ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى كده انكم تكونوا بخير. النهارده بقى كده هنعمل مع بعض ايه؟ السمك المكاريل. ماشي، هنعمله النهارده كده بطريقه سهله وبسيطه خالص خالص، يعني طريقه اسهل ما يمكن. طبعا بنقليه وبرضه بنشويه وبيتعمل صواني، بس الصواني طبعا في ناس بتعملها من غير بطاطس. انا هعملها النهارده ايه ببطاطس. تمام كده، احنا بنحبها ايه بالبطاطس يعني. بصوا السمك طبعا انا وريتهولكم. اهم حاجه تجيبي السمكيه الاصليه مش الناشفه. ماشي، دي طماطم طبعا متقطعه قطع صغيره، فلفل اخضر او شطه خضراء عاديه يعني، شبت، بصل، شرايح ليمون، طماطمايه شرايح، وطبعا الثوم. هنا عشان لزوم طبعا الصينيه دي بطاطس طرنشات، مش القطع ما تبقاش تخين، لا طرنشات عاديه، ولا تخينه ولا رفيعه، وبصل طرنشات. وهنا طبعا ديت ايه؟ شطة، اللي هي هريسة الشطة، عليها شوية خل وليمون، وعليها بس مش خل ياما ولا ليمون ياما، برضو عصرة بسيطة وحاجة بسيطة خالص، سنة خل بسيطة عشان ما تخليلكيش السمك طعمه ايه، يبقى يعني يبقى طعمه مختلف شوية. تمام كده، احنا هنعمل ايه؟ اول حاجة كده هنشيل طرنشات الطماطم والليمون، وبرضو الشطة الخضرا ديت هاخدها، وهاجي بقى جايبه ايه؟ الطبق الكبير ده، انزل في بيه الاول البصل وشويه من الشبت، مش هاخد الشبت كله علشان طبعا انا هحط شويه شبت في صينيه البطاطس، او ما احطها يعني، ما اوزع البطاطس والبصل. وطبعا هحط ايه دول، انا سايباهم هوت شويه. هحط طبعا الخلطه دي اللي هي الثوم، بهريسه شطه وكمون، شويه ملح وعصرة ليمون. وهعمل ايه؟ هدعك الكلام ده كله مع بعضه دحكة حلوة كده. هحط برضو شوية زيت هحط شوية زيت برضو على الخلطة دي، نفس الخلطة بتاعت السردين الأخضر. لما تكوني هتحبي تعملي مثلا صينية سردين أخضر، بتعملي نفس النظام ده كده. فاحنا طبعا عارفين ان احنا ايه، بيبقى كله حاجات زي شطة، فلفل أخضر، طماطم، بصل، توم، نفس النظام، نظام السردين الأخضر ده. لما تعمليه صواني حبة زيت اهم يمشوا ايه، يمشوا الكلام ده كله مع بعضه، والحاجات دي كلها مع بعضها كده. بعد كده بقى بنعمل ايه؟ بنيجي ايه، طبعا هحط ده على جنب، اجيب الصينية علشان افرد فيها البطاطس. ثواني بس اغسل ايدي وارجع لكم تاني. احنا هنا بقى ايه، جبنا الصينية زي ما شفتوا كده. هنزل بالطماطم والبصل. طبعا الشطه اللي محيره نفسها معايا دي، بصوا يا جماعه، انا بعد ما حطيت اصلا ايديا وانا بعمل نار فيها، معرفش ايه في ايه بالظبط، مفيش شطه بارده خالص في الصوت. نار كنت هحطها كده، هحطها يعني مش مقطعها، احطها بحالها كده في الصينيه. لا، قررت بقى ان انا مش هحطها خالص، لاني بجد حاجه هتولع فينا لو كلناها. فانا شلتها خالص من ايه، مش هحطها في الصينيه، كفايه اللي انا حطاه، وبجد ولعت ايدي. تمام كده، احنا بنحط شويه كمون على البصل وعلى البطاطس. وهحط بقى ايه، الخلطه بتاعه السمك، هحط منها فين؟ في الصينيه برضو اهو. كله بقى ايه، هتقلب مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين. طبعا ديت الطماطمايه الطرنشات انا هحطها، بس يا جماعه انا بعد ما حطيتها شلت منها شويه علشان ما تبقاش صينيه بطاطس. اصل لما تكتري فيها الطماطم ياما كده هتبقى اسمها صينيه بطاطس من اللي احنا بنعملها العاديه. فانا ايه، برضو بعد ما حطيت حسيت ان هي كتير، فشلت منها كام شريحه كده من الطماطم. هنا بقى بوزع الطماطم، يعني انتي ما تكتريش في يعني ممكن تكون طماطمايه صغيره ابرك كتير من الطماطمايه الكبيره دي. بصوا اهو، برضو حطيت شويه بتاع دوت كمون،
وعايزه اقول لكم ان انا حاطه توم باودر برضو في الخلطه. نسيت اقول لكم ان انا حاطه شويه توم باودر كان عندي حطيته، ومش شرط اساسي، طالما عندك توم خلاص. هنا شويه شبت، بوزع بقى كده بايدي. بس هجيب بقى السمك كده بقى، احنا خلصنا الصينيه حطيناها على جنب، بس اجيب السمك، بفتح السمك فتحتين كده. بصوا اهو كده بفتح السمك فتحتين او 3 كده زي ما انتوا شايفين. المنظر بيبقى يعني ساعة التقديم بيبقى شكله شياكة كده. بحب ايه افتح 3 فتحات كده فيه، وبحشي السمكية طبعا كده في قلبها كده، بحط شوية حشو اهو زي ما انتوا شايفين. وهرص هرص السمك بتاعي بعد ما احشيه كله طبعا. بعد ما اخلص هحطه طبعا في الصينية بتاعتي. ماشي. اه افتح برضو هنا ديت برضو كده 3 فتحات واحشيها. عايزه اقول لكم بقى اهم حاجه غسيل السمك، يعني اهم حاجه الاول غسيل السمك. انا بعد ما نضفته مسكته كده بالليمون بالدقيق، ومعاهم شويه خل وطماطمايه، وغسلته من جوه ومن بره وخليته مالوش ريحه خالص الحمد لله. في حاجه بقى حلوه خالص 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 بجد، انا يمكن ناس ياما عارفاها بس انا يمكن معرفش بقى، انا لسه يعني عملتها مع نفسي كده. الاول السمكية دي الراجل عطاها لي كده، كان بيشدها كان متلج هو، فبيشدها كده يعني انجلطت كده، ما ينفعش بقى افتحها عشان ما تنهاريش كلها مني. بصوا تعالي بقى كده في الصابون السائل، سواء شارياه ازازة يعني من سوبر ماركت، او شارياه يعني عادي يعني كده، كيلو مثلا من بره او حاجة. هاتي مثلا كل ما تيجي تغسلي المواعين ماسكه ليمونه كده وعصرها في قلب بتاع ده الصابون السائل. بصي المواعين عندك هتدخلي المطبخ تشم ريحتها كده، يعني ليمون طبيعي وبيخلي ريحه المواعين جميله. وطبعا يوم السمك ده لازم ليمون. انا بغسل ايدي وبرضه بمسك ليمونه كده اعصرها على ايدي واقعد بقى ادعك ايدي بيها. بس بصي حطي بس عصير ليمونه البريل او الصابون السائل بتاعك وانتي بتغسلي المواعين، هيخليهولك زي الفل. انا بقى هنا خففت حاجه بسيطه كده من الطماطم الكتير اللي انا كنت حطاها عشان ما تقلبش على صينيه بطاطس. وحطيت شويه زيت كده تمام كده. وهحط بقى هرص السمك بتاعي اهو بعد ما حشيته. مش هحكي لكم بقى على الطعم، خرافه خرافه خرافه، احسن من المالي واحسن من المشوي واحسن من كل حاجه. بيبقى طعمه بجد، يعني اللي مش هيجربه هيبقى ندمان، هيندم بجد. عايزه اقول لكم بقى اللي اول مره يشوف القناه بتاعتي ما ينساش يعمل لي لايك ويشترك في قناتي ويفعل الجرس عشان يوصله مني كل جديد. اهو بصوا اهو. اجيب بقى شويه زيت كده. نسيت اقول لكم، انا الفتحات دي بدخل فيها ليمون، بيدي مزازه كده وطعم حلو كده، وانتي بتاكلي بيدي طعم جميل بصراحه. فما تلاقيش لو حطيتي الليمون ما تخافيش اللي تقولوا مثلا يمرر او حاجه، لا ده الليمون طعمه بيبقى جميل خالص. الفتحات دي كده امليها كده شرايح الليمون. الطماطم اهي تبصوا اهي اهو، اللي انا خفيته من تحت، ما حطيته من على الوش. اللي على الوش ده لما هيدخل الفرن هينشف شويه يعني، لكن لو حطيتيه في الارضيه كده هيبقى طماطم كتير كتير يعني. اهو بصوا اهو هدخلها بقى، لا مش هدخلها، احطها طبعا على البوتاجاز على عين البوتاجاز، بس احط لها الزيت الاول، احط لها كده على الوش شويه زيت، وهدخلها الفرن. بعد ما احطها على البوتاجاز اسيبها على البوتاجاز، واحجب لها كوبايه ميه، واقل من كوبايه، اقل كمان من الكوبايه، لان يا جماعه البطاطس طرنشات صغيره، والسمك طبيعي هينزل عليها ميه، فما تكتريش اللي متعومهاش يعني. هو الفنجال دوت يعني
نص كوباية مية يا دوبك، هتفضيها اهوت. ماشي. تحطي بقى كده، انا بحط وانا يعني مش عايزه اكتر. وممكن برضو لو انت حاسه ان هو كان مثلا الخلطه عادبه شويه، ممكن تدوبي شويه ملح في الكوبايه لو عايزه. بس انا ظابطه الملح بتاعي. هغطيها طبعا كده، وهرجع لكم تاني بقى لما اما تخلص. اعملوا لي لايك، ما تنسوش تعملوا لايك. لما بصوا هنا بقى بتاخد غلوه كده بسيطه. شوفوا الميه بقت قد ايه، رغم ان انا مش حاطه ميه كتير. بينزل هو من نفسه، بينزل ميه اهو. وتعالوا بقى شوفوا لما طلعت من الفرن. بصوا يا حبايبي، بألف هنا وشفا. ويا رب تعجبكم، واتمنى ان هي تعجبكم كده. وجربوها وقولوا لي بقى هي يعني لما جربتوها عجبتكم ولا ايه. ناس كتير بتعمل السمك مشوي ومالي، لا ما تكسليش وقومي اعملي الاكله الجميله دي. بجد كانت اكله جميله جميله جميله، والريحه بصراحه قلب المكان. ومعاها طبعا طبق رز ابيض زي ما انتوا شايفين كده. وبرضه جبت لكم قرون الشطه ما سبتهاش، جبتها زوقت لكم بقى الرز. وهو البطاطس اهيت والبصل الطرنشات والاكل اهوت قدامكم. يا رب يعجبكم ونور رضاكم. بالله عليكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي. بالله عليكم الاشتراك اهم حاجه، لان العداد عندي مش بيتحرك، وانا محتاجه شويه اشتراكات يعني من الناس اللي هي بتتفرج على الشغل بتاعي. باي باي يا حبايبي.